بسم الله الرحمن الرحيم. أبطالنا حبايبنا أبطال الصف الثالث الإعدادي، شد الحيل وارفع الهمة وعينك دايما على القمة. يلا بينا نبدأ النهاردة إن شاء الله يا حبايبي. موعدنا مع يونت 2 lesson 1 و2 اللي هو هنتكلم النهاردة عندي على structure اللي هو الجزء الخاص بالقواعد. النهاردة بإذن ربنا تعالى يا جماعة المفروض اللي احنا نعرف عندي قاعدة اسمها قاعدة F. طيب القاعدة دي سهلة جدا جدا وجميلة، بس معلش قبل ما نبدأ اللي احنا ناخد القاعدة ديت احنا عايز كده اعمل عندي حاجة اسمها تمهيد. التمهيد ده يا جماعة يعني احنا كده يا حبايبي كده بنسخن عشان نعرف نحل القاعدة. صلى على النبي يا رجالة صلى الله عليه وسلم. في زمن يا رجالة اسمه زمن الماضي التام. الرجاله بتوعنا قالوا لنا حبايبنا قالوا لنا ان زمن الماضي التام ده بيتكون من ايه؟ بيتكون عندي من فاعل، ويتكون عندي من هاد، ويتكون عندي من التصريف الثالث للفعل. تاني يا مستر يحيى. ايه يا مستر يحيى؟ احنا النهارده جايين عشان نفهم منك قاعده اف. انت بتدينا زمن الماضي التام؟ ما هو اللي مش هيفهم زمن الماضي التام ده مش هيعرف يحل قاعده اف الحاله الثالثه. الحاله الايه؟ الثالثه. الحاجات دي يا جماعه كده خطوات اساسيه انا عايزها عشان ابني عليها عشان اعرف افهم قاعده اف الحاله الثالثه. طيب ماشي، موضوع سهل جدا وبسيط. احنا النهارده بنتكلم عندي يا حبايبي على زمن اسمه زمن الماضي التام. طب هو الماضي التام ده يا مستر يحيى بيتكون من ايه؟ بيتكون عندي من فاعل وهاد وتصريف ثالث للفعل. معلش يا مستر يحيى، يعني ايه تصريف ثالث للفعل؟ بالراحه كده يا صديقي. انا عندي حاجه اسمها يا صديقي تصريف ثالث للفعل. تصريف ثالث للفعل يعني اي فعل يا مستر يحيى ليه ثلاث تصريفات، اول وثاني وثالث. بمعنى يا مستر يحيى لو انا قلت لك في فعل اسمه study، ادي study اهوت. طيب الماضي من study اسمه studied. طب لو انا عايز التصريف الثالث للفعل يا مستر يحيى اسمه studied. يبقى طالما الفعل منتظم اخره اي دي يبقى التصريف الثالث بتاعه اخره اي دي يا مستر يحيى. زي فعل مثلا اسمه watch. watch معناها يشاهد، الماضي منه اسمه يا مستر يحيى watched. طب استنى بقى، هو التصريف الثالث للفعل بتاعه اسمه ايه؟ watched. زي فعل يا ابو يحيى اسمه see، ده فعل غير منتظم بقى، فعل شاذ، الماضي من سي سو سين. انا عايز التصريف الثالث للفعل اللي هو سين. استنى ارجع تاني بالراحه كده للموضوع. احنا بنتكلم النهارده حبايبنا رجالتنا، انا بتكلم عندي على الماضي التام. زمن الماضي التام بيتكون عندي من فاعل وهاد وتصريف ثالث للفعل. طب معلش يا مستر يحيى، ايه في الجمله ديت؟ هحط عندي فاعل، حد ديت يا مستر يحيى في حاله الاثبات. لما احب انفيها هحط نوت، هتبقى فاعل hadn't واروح حاطط له يا مستر تصريف ثالث للفعل. محتاجه الحاجات دي. خلاص بقى الرجاله عرفوا يعني ايه تصريف ثالث للايه؟ للفعل. يعني معناها العمود رقم 3، يعني معناها studied ومعناها watched ومعناها seen. طب اديني جمله كده على زمن الماضي التام ده، احنا لسه بنسخن يا حبايبي. هقول اي، والاي هتاخد ايه؟ انا عايز فاعل، حطيت اي. واي هتاخد ايه يا مستر يحيى؟ الاي هتاخد هاد. طب بعد هذا هحط ايه؟ تصريف ثالث للفعل. هحط study ولا studied؟ لا يا مستر يحيى انا هحط studied. I had studied مثلا، انا ذاكرت يا مستر يحيى انجلش. طيب معلش يا ابو المساطر، احنا عايزين جمله تانية في النفي. لو انا قال لك انفي هاد، خد بالك من الحته الجميله دي السهله. نفي هاد hadn't، هنزل اي، وبدل ما احط هاد هحط hadn't، وبعد ما احط hadn't هحط التصريف الثالث للفعل. واتش ولا واتشد؟ هقول له واتشد افيلم. تاني يا عم يحيى، احنا النهارده بنمهد كده رجاله، بتكلم عندي على زمن اسمه زمن الماضي التام. هو الماضي التام ده بيتكون من ايه؟ من فاعل وهاد وتصريف ثالث للفعل. قال لك انفي هاد يبقى hadn't. نفي هاد ايه يا مستر يحيى؟ hadn't. في مشكله في الكلام ده؟ لا يا مستر يحيى. طب عشان خاطري بقى في حته مهمه جدا لازم حضرتك تبقى عارفها. احنا عرفنا دلوقتي ان زمن الماضي التام يا رجالتنا بيتكون عندي من فاعل وهاد وتصريف ثالث للايه؟ للفعل. انفي هاد hadn't، انفي هاد hadn't. طيب ده كده عندي هاد اهو. هاد ديت كده يا مستر يحيى مثبته، هاد دي كده ايه؟ مثبته. طب لو انا عايز احولها لنفي، قال لك انا هحط hadn't، انا هحط ايه؟ hadn't. في مشكله في الكلام ده؟ طيب ماشي، الحته دي احنا قلناها. طيب انا لو انا عندي يا مستر يحيى حاجه بسميها would have.
ايه يا مستر يحيى وود هاف دي؟ يا عم بس اتقل عليا بس. هي وود هاف ديت مثبته ولا منفيه؟ لا يا مستر يحيى، ده مثبته. ده ايه؟ دي مثبته. ليه؟ عشان ما فيهاش كلمه نوت. طب لو انا عايز انفيها، وود، هي اسمها وود، انا هنفيها. فحبايبي رجالتي انا هحط وودنت، وبعد ما احط وودنت انا هحط هاف، وبعديها تصريف ثالث للفعل. هو ايه الكلام ده يا مستر يحيى؟ احنا كده خلصنا الماضي التام، بس انا بتعلم كده شويه حاجات، انا بتعلم ان انا انفيها عشان محتاجها في القاعده بتاعتي، محتاجها في القاعده ايه بتاعتي. طب معلش يا مستر يحيى، لو الراجل ادى لحضرتك دلوقتي عندي حاجه بسميها كود، وقال لك انا عندي حاجه اسمها كود هاف، وراح حط حاجه اسمها تصريف ثالث للفعل، لو انا كده قلت لحضرتك انفي كود، هتقول لي هي اسمها كود، فانا هحط نوت، فهتبقى كودنت هاف. طب كودنت هاف دي اخرها ايه؟ اخرها يا مستر يحيى النوت. طب معنى كده ان هي ايه؟ ان هي منفيه. طب لو انا عايز اثبتها يا ابو المساطر، هحط يا مستر يحيى، هحط عندي كود. يبقى تاني، نفي هاد هادنت. طب نفي وود وودنت. طب وودنت دي مالها؟ منفيه. لو انا عايز اثبتها يا مستر يحيى هخليها وود. طب انا عندي كود، نفي كود كودنت. يعني بص كده يا مستر يحيى، من الاخر كده، الحاجات دي مش هينفع احل، لازم اكون عارفها. لو انا عندي هاد، هي هاد دي مثبته ولا منفيه؟ مثبته، يبقى انا هنفيها بهادنت. طب لو انا عندي يا ابو المصادر كود، طب كود دي مثبته ولا منفيه؟ مثبته، عايز انفيها هحط لها كودنت يا مستر يحيى. طب لو انا عندي يا ابو المصادر عندي حاجه بسميها وود، طب هي وود دي مثبته ولا منفيه؟ مثبته، عايز انفيها هخليها وودنت. طيب وودنت دي مالها؟ ده منفيه، ده اخرها ده اخرها نوت، يبقى اخليها مستر يحيى مثبته. انا بس كده عايز اعرفك شكل المثبت وشكل المنفي، شكل المثبت وشكل مستر يحيى ايه؟ المنفي. معلش يا صديقي، في حته تانية كده عايز اقولها لك. بالنسبه للتصريف الثالث للفعل، انا عايز اسال الرجاله سؤال. فيرب تو بي ده عباره عندي عن ايه؟ هو فيرب تو بي ده عباره عندي عن ام وايز وار، ادي ام وادي ايز وادي ار. لو انا قلت لحضرتك انا عايز التصريف الثالث للفعل من دولت، هتعمل ايه؟ ايه يا مستر يحيى؟ انا مش فاهم، معلش مش فاهم يا مستر يحيى. يا عم والله سهله جدا، انا عندي فعل اسمه، عندي فيرب اسمه فيرب تو بي، اللي هو اسمه ام وايز وار. ام وايز وار ده في زمن المضارع. لو حد قال لك انا عايز التصريف الثالث للفعل، هقول له استنى بس. ام وايز التصريف الثاني بتاعها يا مستر يحيى واز، وعشان ام وايز مفرد يبقى واز مفرد. طيب ار التصريف الثاني بتاعها وير، يبقى تاني، يبقى واز ووير ده التصريف الثاني. يبقى الفعل بتاعي اسمه ايه يا مستر الاساسي؟ ام وايز وار. طب عايز اوديهم زمن الماضي، ام وايز مفرد يبقى هيروح واز، طب ار مفرد يبقى هتروح ايه؟ وير. طب التصريف الثالث بقى يا مستر يحيى من واز ووير ايه؟ عشان محتاجها وانا بحل يا رجاله. قال لك التصريف الثالث يا رجاله من واز ووير هو حاجه بسميها بن، حاجه بسميها ايه؟ بن. وبن دي يا مستر يحيى مش بين، بن حروفها بي اي اي ان. والنبي يا مستر يحيى هامه جدا عشان اعرف احل، دي محتاجه كده في الحل، وهتشوفه دلوقتي. يبقى انا عندي فعل اسمه ام وايز وايه؟ وار. الماضي منه ايه يا رجاله؟ واز ووير. التصريف الثالث منه ايه؟ بن. زي اي فعل عندي، زي مثلا لو انا قلت لحضرتك مثلا هنا انا عندي فعل اسمه ايت، هو ايت يعني ايه؟ ياكل. الماضي منه ايه؟ ايت. التصريف الثالث بتاعه اسمه ايه؟ ايتن. بس فعل ام وايز وار ده ان هو معناها يكون، هو فعل كبير شويه، فعل كبير يا رجاله ايه؟ شويه. ام وايز الماضي منه واز، طب ار الماضي منها وير. طب واز وير، هات لي التصريف الثالث من واز ووير. انا هقول لك بن، هقول لك يا مستر يحيى ايه؟ بن. تاني يا رجاله، كل اللي انا عايز حضرتك تعرفه في التمهيد ده عشان نعرف نحل، ان الماضي التام بيتكون من فاعل وهاد وتصريف ثالث للفعل. النفي بتاعه hadn't. التصريف الثالث للفعل معناها العمود رقم 3. في فعل عندي اسمه فيرب تو بي بنتلخبط فيه على طول. فيرب تو بي ده اصلا في المضارع عباره عندي عن ام وايز وار، لما اوديه في الماضي يبقى واز ووير. لو قلت لك هات التصريف الثالث بتاعي بن، يعني لما تشوف بن تقول لي يا مستر يحيى ده فيرب تو بي في زمن الماضي، ده التصريف الثالث من ام وايز وايه؟ وار. تمام كده يا رجاله الحته دي؟ رجالتنا حبايبنا الكلام ده تمام؟ يا مستر يحيى كده مفيش اي مشكله، والدنيا كده بالنسبه لنا جميله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى كده يا رجالتنا، نبدا كده في عندي
نبدا نشرح بقى الحاله الثالثه من قاعده اف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي يا مستر يحيى قاعده اف. قاعده اف ديت انا عندي حاجه بسميها اللي هي الحاله الثالثه. انا عندي حاجه بسميها الحاله الثالثه لقاعده اف. طيب الحاله الثالثه دي يا مستر يحيى القاعده اف ديت هي بتقول لي ايه؟ بتقول لي هحط قاعده اف في اول الجمله. هي اف دي اسمها اف الشرطيه. قاعده اف دي هتيجي في اول الجمله. ماشي، حطيت قاعده اف في اول الجمله. طيب بعد ما احط قاعده اف قال لك اللي بيلزق، بص الجمله بتاعتي، اللي بيلزق بعد اف ماضي تام. ايه ماضي ايه؟ ماضي تام. واحنا لسه واخدين دلوقتي ايه واحنا بنسخن مع بعض الماضي الايه؟ التام، اللي هو يتكون من ايه؟ من فاعل. بيتكون عندي من فاعل وعندي حاجه اسمها هاد، والتصريف الثالث يا مستر دي حاجه لايه؟ للفعل. حتى انا قلت لما اجي انفي هاد هنفيها ايه؟ هادنت. هادنت منفيه، هاد مثبته. صح كده ولا غلطان؟ تاني يا عم يحيى كده بالراحه الكلام الجميل ده، رجالتنا حبايبنا والله العظيم قاعده مهمه جدا جدا وسؤال امتحان وسهله جدا جدا. انت بتقولي قاعده اف مالها يا مستر يحيى؟ بحط بعديها ماضي تام. طب معلش يا مستر يحيى، بدل ما تقول لي ماضي تام قول لي بحط بعديها فاعل هاد تصريف ثالث الفعل. اول ما اقول لك قاعده اف هتقول لي ايه؟ الحاله الثالثه. انا بتكلم على الحاله الثالثه يا رجاله. قاعده اف الحاله الثالثه هتقول لي ايه؟ فاعل. اول ما اقول لك اف هتقول لي ايه؟ فاعل هاد تصريف ثالث الفعل. النص الثاني من الجمله يا مستر يحيى بقى هحط فاعل. هحط فاعل، هحط حاجه اسمها would have. would ايه؟ have. وطالما قلت would have احط تصريف ثالث للايه؟ للفعل. لا اما يبقوا المساطر بدل ما احط would have واحد عايز يحط could have وتصريف ثالث للفعل، اقول له دي صح ودي صح يا باشا. تاني الحته الجامده ديت السهله جدا جدا يا رجاله. احنا النهارده يا رجاله يا حبايبنا يا ابطالنا يا ابطال الصف الثالث الاعدادي، احنا بنتكلم عندي على سؤال امتحان. احنا بنتكلم بالراحه كده على الحاله الثالثه لقاعده اف. مستر يحيى حفظني قانون الحاله الثالثه لقاعده اف. اول حاجه بيجي بعديها ايه؟ فاعل هاد تصريف ثالث للفعل. اول ما الاقي اف الزق بعديها ايه؟ فاعل هاد تصريف ثالث للفعل. ماشي. طب النص الثاني من الجمله هحط بعديها يا مستر يحيى فاعل would have او could have تصريف ثالث الفعل. لا اما تحط ده لا اما تحط ده، الاثنين صح. يبقى النص الثاني من الجمله هحط يا رجاله فاعل would have او could have وتصريف ثالث للفعل. قانون هام حفظ جدا مهم جدا يا حبايبنا يا رجالتنا يا ابطالنا يا ابطال الصف الثالث الاعدادي. هقولها تاني وثالث ورابع. تاسيس للبكالوريا ده كده القاعده دي متخلك للبكالوريا. الحاله الثالثه من قاعده اف مستر يحيى رداد قال لي اف الزق بعديها فاعل هاد تصريف ثالث للفعل. النص الثاني من الجمله فاعل would have could have تصريف ثالث للايه؟ للفعل. طب استنى بقى يا جميل بقى، لو تخيل كده قاعده اف دي جات لي في اول الجمله عشان الحرف بتاعي كابيتال. تخيل كده يا مستر يحيى قاعده اف ديت جات لي ان هو في نص الجمله. بالراحه كده يا مستر يحيى، هو انت فوق قاعد تقول لي بعد اف بلزق ماضي تام، انت تحت هنا بتقول لي ايه؟ بعد اف بلزق ماضي تام. يبقى هجيب الماضي التام ده واحطه بعد اف. يبقى احط هنا فاعل واروح حاطط هنا هاد واروح حاطط هنا التصريف الثالث للايه؟ للفعل. يبقى احط هنا قبليها ايه؟ فاعل would have او could have تصريف ثالث للفعل. هجيبها كده اهوت كوبي وبيست واحطها هنا اهو. يبقى هنا يا ابو المساطر هحط هنا فاعل وبعد الفاعل هحط له هنا would have. لا اما هحط يا ابو يحيى could have. وخد بالك في الامتحان طالما لقيت have يبقى انا اللي بتحب التصريف الثالث للفعل، واحنا فهمنا يعني ايه تصريف ثالث للفعل. والنبي تاني يا مستر معلش يا مستر يا عم معلش تاني يا مستر، بس ده القانون بتاعي اللي احنا هنحل بيه. ده انا بشرح لك في نص ساعه اليونت كامل يا جميل. افتح كده صدرك معايا كده واعملني كده بقلبك كده واحسسك ومشاعرك يا صديقي. يلا بينا. قاعده اف القانون بتاعها ايه؟ اف فاعل هاد تصريف ثالث للفعل. اف بلزق بعديها فاعل هاد تصريف ثالث للفعل. النص الثاني من الجمله احط ايه؟ فاعل would have تصريف ثالث للفعل. ابو المساطر قاعده اف جت في النص يا عم عادي، انا قلت بلزق بعديها، ده بعديها اهو. اروح حاطط له فاعل هاد تصريف ثالث للفعل واحط قبليها فاعل would have تصريف ثالث للفعل. حفظت القاعده يا ابو المساطر. بس معلش يا مستر يحيى ممكن تديني كده امثله؟ حاضر يا باشا. لو قلت لك مثلا ايه؟ اف احط قاعده اف هي مستر يحيى وادي اي انا ماشي على القانون اي واحط هاد ادي هاد تصريف ثالث للفعل. اف اي هاد studied اف اي هاد studied hard ادي اف
ادي فاعل وادي had وادي تصريف ثالث للايه؟ للفعل. if I had studied hard، لو كنت ذاكرت كويس يبقى ساعتها هقول له يا مستر يحيى قامة، هقول له I would بحط بقى I would have got مثلا high marks. لو كنت ذاكرت كويس جبت درجات عاليه. ركز كده، ادي ادي فاعل وادي هاد وادي تصريف ثالث الايه؟ للفعل. النص الثاني يا ابو مستر يحيى هتحط ايه؟ ادي فاعل وادي عندي would have وادي التصريف الثالث للفعل. ما انا عندي فعل اسمه get، الماضي منه got، والتصريف الثالث بتاعه يا صاحبي اسمه ايه؟ got. طب بقول لك ايه يا ابو المساطر، طب لو انا عايز احط قاعده اف في نص الجمله، ايه اللي هيجي بعديها وايه اللي هيجي قبليها؟ هو انا قلت بعد اف بيجي بعديها ايه؟ ماضي تام، صح؟ يبقى ده هتيجي بعديها، يبقى دي هتيجي ايه؟ قبليها. يبقى انا هعكس، يبقى انا هعمل ايه؟ هعكس، هقول له I would have got high marks. هقول له يا مستر يحيى I would have got high marks، صح كده؟ وراح حاطط له يا مستر يحيى ايه؟ if I had studied hard. تعالى كده يا صديقي كده يا جميل، انا قلت قاعده اف لو جت في اول الجمله ايه اللي بيجي بعديها؟ ايه؟ فاعل هاد تصريف ثالث للفعل. طب لو جت في نص الجمله ايه اللي بيجي بعديها؟ يا عم اللي بتلزق بعد قاعده اف فاعل هاد تصريف ثالث للفعل، سواء جت في الاول او سواء جت في النص، لزقت بعديها فاعل هاد تصريف ثالث للفعل. احط هنا يا مستر يحيى اهو قبليها وود هاف تصريف ثالث الفعل. معلش يا مستر يحيى انا مش عايز احط وود هاف، ينفع احط كود هاف؟ يا ماشي يا مستر يحيى، اقول له اي واروح حاطط له كود هاف واروح حاطط له جت واروح حاطط له هاي ماركس واروح مكمل بقيه الايه؟ الجمله. ملخص الكلام، اول قانون عايز حضرتك تحفظه ان قاعده اف فاعل هاد تصريف ثالث للفعل. فاعل هاد يا بطل تصريف ثالث للايه؟ للفعل. النص الثاني من الجمله فاعل وود هاف تصريف ثالث للايه؟ للفعل. في مشكله في الكلام ده؟ لا. يبقى قاعده اف عرفناها. طب معلش يا مستر يحيى، هو قاعده اف ديت يا مستر يحيى بتعبر عندي عن ايه؟ قال لك ان قاعده اف ديت انا بستخدمها عشان تعبر عن 3 حاجات. بتعبر قاعده اف عندي عن حاجه بسميها موقف خيالي، يعني حاجه غير حقيقيه، يعني حاجه ما حصلتش. يبقى قاعده اف بتعبر عن ايه؟ 3 حاجات يا رجاله. بتعبر عندي عن موقف خيالي، بتعبر عندي عن الندم، بتعبر عندي عن الاعتذار، ان انا بقدم بيه اعتذار. يبقى قاعده اف الحاله الثالثه، عشان انا عايز الناس مش تحفظ، انا عايز الناس تفهم يا رجاله. لما واحد يقول لك هي الحاله الثالثه من قاعده اف انت بتستخدمها امتى؟ هتقول له لما انا عايز اعبر عندي عن موقف خيالي، موقف غير حقيقي. لما اجي اعبر عندي عن الندم والفرص الضائعه. لما اجي عندي اقدم اعتذار، ده عندي قاعده ايه؟ اف. تعالى كده نشوف كده يا مستر يحيى. اول جمله بيقول لي ايه؟ ادي قاعده اف اهو بالراحه كده، حطيت بعد اف ماضي تام، ادي فاعل وادي هاد وادي تصريف ثالث للفعل. يبقى قبليها ادي فاعل وادي would have وادي تصريف ثالث للفعل. تعالوا نشوف بتعبر عن ايه. بيقول لك we would have bought a new house if we had moved them to Canada. ده هنا يا مستر يحيى يعني we would have، احنا كنا يعني المفروض اللي احنا اشترينا، قال لك منزل جديد لو احنا كنا عزلنا ورحنا الى كندا في المشمش ان شاء الله. ده الموقف ده موقف خيالي، دي انت بتحلم ان شاء الله. الموقف ده اصلا موقف غير حقيقي، عشان كده عبرت عنه بايه؟ باف. نشوف الجمله الثانيه. if I hadn't been nervous، لو انا ما كنتش nervous I would have got the job. يا لو انا ما اتنفستش في الموقف ده انا كنت حصلت على الوظيفه. انا ندمان. الموقف ده هنا قاعده اف بتعبر هنا عندي على الندم. if I hadn't been nervous، يا قاعد مع نفسك كده، لو انا في الموقف ده ما كنتش اتنرفزت انا كنت حصلت على الوظيفه، انا ندمان. لو انت عايز تتكلم عن الندم استخدم الحاله الثالثه لقاعده اف. يبقى اول حاجه موقف خيالي ان شاء الله في المشمش. الحاله الثانيه ان قاعده اف يا مستر يحيى بتعبر عندي عن الندم. الحاله الثالثه يا حبايبي ان قاعده اف ممكن تعبر عندي عن تقديم الاعتذار، ان انا بعتذر لك، انا ممكن اعتذر لحضرتك بقاعده اف. لا يا مستر يحيى معلش مش فاهم. تعالى يا صاحبي، لو جيت قلت لك مثلا if you had told me about the concert، ادي قاعده اف
ادي فاعل والزق بعديها هاد وتصريف ثالث للفعل، النص الثاني من الجمله would have وتصريف ثالث للايه؟ للفعل. هنا if بتعبر عندي عن الاعتذار، انا بقدم اعتذار. if you had told me about the concert، والله لو انت كنت قلت لي يعني عن الحفله، يعني I would have come، انا كنت هاجي. يبقى انا هنا بقول لك ايه؟ بقول لك I'm sorry، انا بقول لك I'm sorry، انا اسف. يبقى لما حد يوقفك ويسالك ويقول لك قاعده اف دي يا صديقي بتعبر عن ايه؟ قول له بتعبر عندي عن موقف خيالي، بتعبر عندي عن الندم والفرص الضائعه لما اجي اقدم بيها اعتذار. في مشكله في الكلام ده؟ تمام كده يا ابو مساطر؟ تمام. معلش يا رجاله، هي قاعده اف بتتكون من ايه؟ تاني يا مستر يحيى، يا مستر يحيى تاني بتقول لي قاعده اف بتتكون من ايه؟ تاني وتالت ورابع، معلش. قاعده اف الحاله الثالثه يا رجاله، احط قاعده اف اهي، الزق بعديها فاعل هاد تصريف ثالث للفعل اللي هو اسمه الماضي التام، اللي هو مستر يحيى قال لي اسمه الماضي الايه؟ التام، صح كده يا مستر يحيى؟ فاعل هاد تصريف ثالث للايه؟ للفعل اللي هو اسمه الماضي الايه؟ التام. طب النص الثاني من الجمله هحط فاعل، وبعد الفعل اروح حاطط له وود هاف، وبعد وود هاف اروح مديله التصريف الثالث للايه؟ للفعل. تاني يا مستر؟ طب استنى، لو قاعده اف دي جت في النص اعمل ايه؟ اللي بيجي بعديها ماضي تام، يبقى احط فاعل هاد تصريف ثالث للفعل، يبقى قبلها ابو المساطر احط فاعل واروح حاطط له وود هاف واروح حاطط له يا مستر يحيى تصريف ثالث للايه؟ للفعل. تصريف ثالث مستر يحيى ايه؟ للفعل. جمله كده جميله وسهله. احنا كده اتكلمنا عندي على قاعده اف وعرفنا. يبقى قاعده اف فاعل هاد الحاله الثالثه او ممكن الحاله الثالثه قول لي فاعل هاد تصريف ثالث للفعل، فاعل وود هاف تصريف ثالث للفعل. بتعبر عن ايه يا مستر يحيى؟ بتعبر عندي عن موقف غير حقيقي، بتعبر عندي عن موقف خيالي، بتعبر عندي عن في المشمش موقف خيالي، بتعبر عندي يا مستر يحيى عن انا ندمان، الندم، صح؟ يعني لو انا ما كنتش اتنرفزت في الموقف ده انا كنت حصلت على الوظيفه، انا ندمان، انا اسف. بتعبر عندي عن الاعتذار، والله لو انا كنت عرفت يعني عن موضوع الحفله ده انا كنت جيت، انا اسف، اعتذار. ده كله عندي قاعده ايه؟ اف. طب معلش يا ابو المخاطر بقى كده، السؤال بقى جميل كده بيطرح نفسه هنا. هو قاعده اف ديت لما تيجي في الامتحان بتيجي في الامتحان شكلها ازاي؟ شكل السؤال في الامتحان يا رجاله، يلا بينا بقى دخلنا بقى على الجد واسئله الامتحانات. ماشي كده يا مستر يحيى؟ هو قاعده اف لما تيجي في الامتحان بتيجي ازاي؟ بص يا مستر يحيى، ليها 3 اشكال. ممكن تيجي في سؤال ري رايت اللي هو قاعد كتابه الجمله، تمام كده؟ وممكن تيجي في سؤال كوريكت صحح، وممكن تيجي في سؤال اسمه ده اختياري. لازم تيجي في الامتحان يا رجاله، قاعده اف يا رجاله لازم تيجي في الامتحان. تيجي في الامتحان في سؤال قاعد كتابه الجمله، لا اما صحح لا اما اختار. يلا بينا كده بقى نشوف كل سؤال هنبدا نحلها ازاي يا رجاله بطريقه جميله جدا وسهله. صلى على النبي يا رجاله. لما يجي يدي لحضرتك قاعده اف، لو سمحت يا مان، لما يجي يدي لحضرتك قاعده اف لو سمحت يا مان، انا عايز اقول لك الحته دي، اكتب القانون الاول. يبقى خطوات الحل اي قاعده في سؤال ري رايت، انا بتكلم على سؤال ايه؟ ري رايت. خطوات الحل في سؤال ري رايت، لما يجي الراجل يقول لي قاعده اف انا هعمل ايه يا مستر يحيى؟ انا طيب تعالى كده معلش كده رجاله اهو، معلش كده حبايبنا كده، تخيل كده ان ده عندي سؤال ري رايت اهو، ده كده سؤال اسمه سؤال ري رايت. ري رايت يعني ايه؟ ري رايت ده يعني معناها اعد كتابه الجمله. طيب هو يعني الكلام على قاعده اف صح؟ لازم عندي خطوات حل. لما يجي لي سؤال ري رايت لازم تحل بالاسلوب ده وبالطريقه دي في الامتحان. اكتب كده في الامتحان معلش، صح كده؟ طيب هكتب ايه يا ابو المساطر كده يا جميل؟ اول حاجه هكتب القانون بتاعي. يبقى اول حاجه اعمل ايه؟ هكتب القانون بتاع اف اللي احنا حفظناه، هكتب كده عشان اطبق عليه. هقول له اف بيجي بعديها ابو يحيى فاعل، وبعد الفعل احط هاد وتصريف ثالث للفعل عشان اطبق، واقول له النص الثاني من الجمله احط فاعل واحط يا مستر يحيى وود هاف او كود هاف، وود هاف او كود هاف، واروح حاطط تصريف ثالث الفعل. ده كده اول قانون اكتبه، لازم اكتب القانون ده. طيب الخطوه رقم 2 معلش بقى يا مستر يحيى، في حته بقى عايز اقولها. الحته رقم 2 اقول له المنفي مثبت، لو الجمله منفيه احولها الى مثبته، صح كده؟ طيب ولو الجمله مثبته احولها يا مستر يحيى الى منفيه. مش فاهم معلش يا مستر يحيى. المنفي
مثبت والمثبت منفي. طريقه حل يا جماعه قاعده اف في سؤال ريرايت. اول خطوه هكتب القانون قدامي. الخطوه رقم 2 هفتكر ان مستر يحيى رداد قال لي المنفي مثبت والمثبت منفي. يعني ايه يا مستر يحيى المنفي مثبت والمثبت منفي؟ ما احنا واحنا بنعمل تمهيد قلت لك هي هدي مالها مثبته، طب لو عايز انفيها هحولها لهدنت. طيب قلت لك انا عندي حاجه اسمها وود دي مثبته، لو انا عايز يا مستر يحيى انفيها قال لك انا هحولها لودنت، هحولها يا مستر يحيى ايه لودنت. يبقى الخطوه رقم 1 هكتب القانون. الخطوه رقم 2 المنفي مثبت والمثبت ايه منفي. في مشكله في الكلام ده كده يا رجاله؟ لا يا مستر يحيى. الخطوه رقم 3 ركز في الحته دي قوي، ابوس ايديك يا صاحبي. الحته دي كده يا صاحبي كده مهمه جدا، وانا معلش كده يا رجاله كده ايه انا عايزها. الحته رقم 2 عايزها. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا حبايبي صلى الله عليه وسلم. طيب الراجل دلوقتي بيقول لي انت قلت لما تيجي تحل قاعده ايه في سؤال رايت انت عندك 3 خطوات لازم تكتبهم، من غيرهم هتوه مش هتعرف تحل. هكتب القانون قدامي عشان اطبقه، وهقول الخطوه رقم 2 مستر يحيى المصري قال لي المنفي مثبت والمثبت منفي، يعني هاد هتبقى هادنت، هادنت هتبقى هاد، وود هتبقى وودنت، وودنت هتبقى وود. الخطوه رقم 3 يا صاحبي ممكن بقى في السؤال لو لقيت بيكاز، هتلاقي في السؤال بيكاز، او هتلاقي يا ابو يحيى عندي حاجه بسميها سو. طب ايه يا مستر يحيى انا ما بخافش يعني ايه؟ قال لك يا صاحبي لما تلاقي بيكاز ابدا بالنص الثاني من الجمله. هقول لك النصف الثاني من الجمله. لو لقيت سو يا صاحبي سو ابدا بالنصف الاول من الجمله، بالنصف الايه الاول. تاني بالراحه، تاني بالراحه. الخطوه الاخيره الجميله دي وانا بحل لقيت بيكاز. مستر يحيى قال لك بيكاز بتقول لك ابدا بالنص الثاني من الجمله. يعني ايه يا مستر يحيى؟ يا عم استنى بس، هنيجي بس هنحفظ خطوات واحنا بنحل هتلاقي الموضوع سهل جدا يا جماعه. هتلاقي الموضوع يعني ايزي بيزي ليمون سكويزي، سهل جدا. انا عندي بيكاز، لما الاقي بيكاز ابدا بالنص الثاني من الجمله، لما تيجي تحل امسك النص الثاني من الجمله. طب لو يكون عندي سو ابدا بالنص الاول من الجمله. انا حافظها كده. سو دي صغيره، لما الاقي سو على الرغم ان انت صغيره كده يا سو بس مسيطره، بتحب الترتيب، بتبداي من اول الجمله. على الرغم انت يا سو كده صغيره كده وجميله واموره، بس انت بتحب الترتيب، بتحب تبداي من اول الجمله عادي خالص. ولكن لو لقيت كلمه بيكاز لا ابدا بالنص الثاني، يبقى سو النص الاول. احفظها سو النص الاول. طب بيكاز النص الايه الثاني. تاني يا عم يحيى، لما اجي احل يا رجاله قاعده اف الحاله الثالثه، لو هو عندي سؤال ريرايت قاعد كتابه الجمله مش هفهمها الا بالاسلوب ده والطريقه دي، لازم يا حبيب قلبي، لازم يا حبايبنا، لازم يا رجاله الصف الثالث الاعدادي، لازم اول حاجه اكتب القانون قدامي عشان اطبق عليه. الحاجه رقم 2 اقول لنفسي المثبت منفي والمنفي مثبت. الحاجه رقم 3 اقول لك لو لقيت بيكاز ابدا بالنص الثاني من الجمله. لو لقيت سو الصغيره اللي بترتب، سو الصغيره بتحب الترتيب، يعني هبدا باول الجمله عادي. سو الصغيره بتحب الترتيب، هبدا باول الجمله عادي. ولكن بيكاز النص الثاني من الجمله. معلش يا مستر يحيى حقك عليا، انا عايز اشوف بقى يا مستر يحيى شكل السؤال في الامتحان صح كده، واطبق الخطوات بتاعتي. صلوا على النبي يا رجاله صلى الله عليه وسلم. تعالى كده يا صاحبي، ده كده عندي اهو سؤال في الامتحان. احنا بنتكلم عندي على سؤال رايت. راجل بيقول لي he arrived late so. يا نهار ابيض، انا عندي هنا كلمه مين so. he didn't catch the bus. فالراجل بيقول لي حط قاعده اف في الاول. اقول له استنى بس، ده ابو يحيى الرداد قال لي لما اجي احل السؤال رايت لازم تحط قدامك 3 خطوات. القانون، بعد القانون المثبت منفي والمنفي مثبت. رقم 3 لو لقيت سو هبدا بالنص الاول من الجمله عادي خالص. سو هبدا بالنص الاول من الجمله. بيكاز كنت بدات بالنص الثاني من الايه من الجمله. ده النص الاول وده النص الايه الثاني. دي سو بتحب الترتيب يا حبيبتي، هبدا بالنص الاول من الجمله. معلش كده ممكن اكتب القانون عشان اعرف احل عليه. مش هعرف احل يا رجاله من غير القانون. الرجاله بتوعنا حبايبنا رجالتنا مش هعرف احل من غير الايه القانون. ادي الجمله اهيت تمام، مش هعرف احل من غير القانون صح. طيب هبدا القانون، هحط اف. القانون بيقول لي انا اف فاعل، افكر نفسي اف فاعل يا ابو يحيى، اف يا ابو يحيى ايه فاعل صح يا ابو يحيى. الفاعل هاد تصريف ثالث للفعل
النص التاني يا رداد بحط فاعل واحط would have او could have. ادي would have واروح حاطط التصريف التالت للفعل. ده كده اول قانون. اول ايه؟ قانون. القانون الثاني خلي بالك من المثبت منفي. القانون الثاني خلي بالك من المثبت منفي، والمنفي يا ابو يحيى لو سمحت خليه مثبت. الخطوه رقم 3 خلي بالك من بيكاز اللي لازم ابدا بالنص الثاني من الجمله، ولكن لو في سو هبدا بالنص الاول من الجمله. ماشي يلا بينا بقى يا رجاله. ادي عندي قاعده اف اهو يا مستر يحيى، هحط قاعده اف. انا ماشي على القانون بتاعي يا رجاله، انا ربنا ما بعمل حاجه. الرجاله بتوعنا حبايبنا انا ماشي على القانون بتاعي اهو يا شباب. اهو انا عندي هنا قاعده اف اهي تمام كده. اول حاجه عايز الفاعل. استنى هنا في مين؟ سو. طالما في سو يبقى هبدا بالنص الاول من ايه؟ من الجمله. يعني هبدا من هنا يبقى اف عايز فاعل اهو. الفاعل مين؟ هي. يبقى هبدا بهي. بعد هي احط مين؟ هاد. القانون بتاعي اهو هحط هاد. هاد دي الجميله دي المهطقطه. عايز تصريف ثالث للايه؟ للفعل اللي هو مين؟ الرايفل. استنى ايه؟ المنفي مثبت والمثبت منفي. يعني ايه يا مستر يحيى؟ يعني انا عندي هنا الرايفد اسالها وانا نازل بهاد هسال هاد هو انت هتنزلي مثبته ولا منفيه؟ اطلع للجمله. الجمله دي ايه؟ مثبته، يبقى دي ايه؟ منفيه، يبقى لازم احطها هادنت. والنبي تاني الحته الخطيره دي يا عم يحيى. حاضر. انا قلت المثبت منفي والمنفي ايه؟ مثبت. اول ما اجي احط هاد لازم اسالها هو انت يا ترى يا هاد هتنزلي هاد ولا هادنت؟ هطلع فوق ايه؟ مثبت، يبقى تحت ايه؟ منفي، يبقى يا هادنت. بعد هادنت تحط تصريف ثالث للايه؟ للفعل اللي هو arrived، واروح حاطط كلمه ايه؟ ليت. هحط كلمه سو؟ لا ان شاء الله خلاص، ما انا حطيت قاعده اف. النص الثاني من الجمله انا عايز مين؟ فاعل. الفاعل هو مين؟ هي. تعالي يا هي جميله، ادي هي. طيب بعد ما احط هي يا مستر يحيى ارجع بقى يا مستر يحيى اشوف انا عايز احط وود ايه؟ هاف. اول ما اجي عند وود اسالها هتطلعي وود ولا وودنت؟ تاني يبقى لما اجي عند هاد اسالها هتطلعي هاد ولا هادنت؟ لما اجي عند وود هسالها هتطلعي وود ولا وودنت؟ فوق في مين؟ didn't مالها؟ منفيه. طب طالما يا مستر يحيى didn't منفيه، طالما didn't منفيه يبقى انا هحط مين؟ هتطلع would ولا wouldn't؟ دي منفيه يبقى دي مثبته، يبقى هتطلع would ايه يا ابو يحيى؟ هنحل كتير ما تقلقش، بعد هنحل كتير. هحط would have. بعد would have احط التصريف الثالث للايه؟ للفعل. انا عندي فعل اسمه كاتش، التصريف الثالث منه اسمه ايه؟ كوت. واروح مكمل يا مستر يحيى ذا بس. استفدت من الحته ديت؟ ركز بقى في الحته دي. اول ما تيجي تطبق القانون وانت بتطلع هاد اسالها هتطلعي هاد ولا هادنت؟ وانت بتطلع وود هتسالها هتطلعي وود ولا وودنت؟ حسب الجمله اللي فوق. دي مثبته هطلع انا منفيه عكسك، دي منفيه انا هطلع مثبته. هنحل كتير لسه، محدش يقلق ولا حد يخاف. نظبط بس كده دنيتنا يا حبايبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كده نبدا بقى نحل الدنيا. في جمله تاني كده جميله كده يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه يا مستر يحيى؟ انا عايز القانون بتاعي. ادي احط القانون بتاعي ايه؟ ده اهو جمله جايب لي كلام داخل اقواس. هكتب القانون انا حافظه، هكتبه تاني يا جماعه. ايه المشكله؟ احط اف واحط فاعل واحط هاد واحط التصريف الثالث للفعل. النص الثاني من الجمله هحط فاعل واحط would have واحط التصريف الثالث للفعل. يلا بينا نطبق رجاله. هنا في مين؟ سو. انا عايز اول خطوه. هو انا هبدا بالنص الاول النص الثاني؟ هبدا بالنص الاول. طب ليه يا مستر يحيى؟ سو بتقول لك ابدا بالنص الاول عادي. سو دي بتحب الترتيب. هبدا بالنص الاول من الجمله عادي. معنى كده ان انا يا ابو يحيى هبدا بقاعده اف. ادي حطيت قاعده اف يا جميل. بعد قاعده اف انا عايز احط مين؟ انا ماشي على القانون اهو. ادي اف حطيت اف. عايز فاعل. سلمى. تعالي يا سلمى يا حبيبتي. هنزل بهاد او قبل ما انزل بهاد لازم اسالها يا ترى يا هاد هتنزلي هاد ولا هادنت؟ اشوف فوق مثبت يبقى منفي. الجمله مثبته ما فيهاش نفي، يبقى هاد هتنزل هادنت. بعد هادنت يا جميل عايز تصريف ثالث للايه؟ الفعل. ايه ده يا مستر يحيى؟ فين الفعل هنا؟
يا جميل يا جميل، اللي احنا لسه خدناها في التمهيد والتسخين. لما كنت بسخن بقول لك انا عندي فعل اسمه واز ووير. هو التصريف الثالث من واز مين؟ التصريف الثالث من واز هو بن. بن، واروح مكمل ليت. اقولها تاني. تمام كده يا مستر يحيى. تعالي يا سو، هشيل سو. هير ماذر، انا عايز هنا فاعل، ان هي هير ماذر. صح كده يا مستر يحيى. اوبس، استنى استنى استنى، انا جيت عند مين؟ عند وود. عايز انزل وود الاول، اسالها يا ترى هتنزلي وود ولا ايه ولا وودنت. اطلع اشوف فوق مثبته. طالما دي مثبته يبقى دي ايه؟ منفيه. الاثنين عكس بعض. وود هتنزل تحت هتبقى وودنت. بعد وودنت يا ابو يحيى احط هاف. بعد ما احط هاف انا وود هاف تصريف ثالث لمين؟ للفعل. الفعل هنا مين؟ واز. واحنا قلنا مع بعض التصريف الثالث من واز هو مين؟ بن. ايوه يا جمال يا جمال، بن. واروح حاطط له فيري، واروح حاطط له انجري. ايوه يا ابو جودي، فاهمه ولا ايه؟ هقول تاني. اف فاعل، هاد تصريف ثالث للفعل، فاعل وود هاف تصريف ثالث للفعل. هحط قاعده اف، المنفي مثبت والمثبت منفي. في مشكله في الكلام ده؟ لو في عندي سو هبدا بالنص الاول من الجمله، لو في عندي بيكاز هبدا بالنص الثاني من الجمله. اول ما اجي كده يا مستر يحيى احط هاد، اسالها هتطلعي هاد ولا هادنت. اول ما اجي اطبق القانون وود هقول لها هتطلعي وود ولا هتطلعي يا مستر يحيى ايه؟ وودنت. كلام سهل وجميل. عايز اسئله تاني؟ حاضر لسه، وحياه ربنا ما تقلقش من حاجه باذن ربنا تعالى. ايه يا مستر يحيى؟ انا عندي يا رجاله القاعده بتاعتي اللي هي اسمها قاعده اف، قاعده جامده وسهله ما فيهاش اي مشكله بالمساطر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنا بيقول لي برضو جايب لي قاعده اف هحطها في اول الجمله، بس قبل ما احل في ورقه اللي هي بتاعتك اكتب القانون. اكتب القانون. القانون بتاع قاعده اف الحاله الثالثه ايه؟ ادي احط اف يا ابو يحيى. والله حطيت اف الجميله. اقول لك بعد اف احط مين يا ابو المساطر؟ اف احط فاعل، وبعد الفاعل احط هاد، وبعد الهاد احط التصريف الثالث للايه؟ للفعل. النص الثاني من الجمله احط فاعل واروح حاطط له وود هاف او كود هاف، وود هاف، واروح حاطط له ابو يحيى التصريف الثالث للايه؟ للفعل. طب ما تصلي على النبي. الخطوه رقم 2 المنفي مثبت والمثبت منفي. الخطوه رقم 3 اسمه ده يحيى رداد قال لي لما يديني سو هبدا بالنص الاول من الجمله، ولكن لو اداني بيكاز هبدا بالنص الثاني من الجمله. هنا مديني مين؟ بيكاز، يبقى انا هبدا بالنص الثاني من الجمله يا مستر يحيى. يعني انا هبدا بده الاول. ده كده الايه؟ الاول. طبق القانون. دي مين؟ اف. تعال يا اف يا جميله يا حبيبي يا قطوطه، حط اف. انا عايز فاعل هنا. لا لا، انا هبدا بالنص الثاني من الجمله اهو. هبدا بهي. اف هي. صح. طب انا جاي احط مين؟ هاد. قبل ما تنزلي ممكن اسالك سؤال جميل يا هاد. هو انت هتنزلي هاد ولا هادنت؟ قالت لي بص بقى، لو فوق في نفي انا هنزل هاد، لو فوق مثبته انا هنزل يا مستر يحيى هادنت. اصل انا عكس اللي فوق. طب هو اللي فوق في ديدنت نفي ولا مش نفي؟ نفي. يبقى انا هنزل مثبته، هنزل هاد. بعد هاد عايز التصريف الثالث لمين؟ للفعل. الفعل اهو ترين ولا تريند؟ احط تريند واروح حاطط له هارد. حط قامه يا ابو يحيى يا جميل. المهم ايه؟ فحط قامه. بعد كده اروح النص الاول منين؟ من الجمله يا مستر يحيى. طيب هبدا بمين؟ بفاعل. يبقى اف هي هاد تريند هارد، يبقى عمرو. صح كده يا مستر يحيى. احط ابو عمرو. هحط مين هنا؟ وود. هطلعها. استنى شويه بس. مستر يحيى رداد قال لي في سؤالي رايت لما اجي اطلع هاد اسالها هتطلعي هاد ولا هادنت. لما اجي اطلع وود هتطلع فوق وود ولا وودنت. شوفوا كده، شوفوا كده الجمال اللي انا كده فيه كده رجاله. ادي عندي وود. هنا الجمله مالها؟ مثبته، مفيش نفي اهي. الجمله اهي مفيش نفي، يبقى دي هعمل فيها ايه؟ دي مثبته، يبقى دي ايه يا رداد؟ يبقى دي منفيه. يبقى انا هحط هنا وود ولا وودنت؟ هحط وودنت. بعد وودنت احط ايه؟ هاف. بعد هاف التصريف الثالث للفعل هو يا مستر يحيى التصريف الثالث للفعل لوست. يبقى اف هي هاد تريند هارد عمرو وودنت هاف لوست. واصح حاجه يا جماعه في الجمله دي بدل هي هنا احسن تخليها عمرو، وبدل عمرو هنا اخليها هي، عشان لازم ابدا بحد الاول. انا عارف هي دي تبقى عايده على عمرو. صح كده مش كده؟ يبقى اف عمرو هاد تريند هارد هي كده عايده على عمرو. فلازم الحته دي نعملها ونخلي بالها منها. ايه يا باشا؟ ايه يا باشا الدنيا السهله الجميله دي يا مستر يحيى يا جميل؟ جمله تاني. تعالى يا باشا.
تعالى يا باشا معايا وانا هوريك العجب والله. تعالى معايا في الاستراكشر والقواعد السهله الجميله، وهو حد يقول لك ان الدنيا صعبه. انا بكلمك في فيديو في نص ساعه بشرح لك كل اليونت، كلماتك وكل الكلمات والجرامر والقواعد وكل حاجه. يلا بينا يا رجاله. هنا عايزني قاعده مين؟ اف. اعمل ايه؟ هحل؟ لا، اكتب القانون. يا عم معلش يا عم، اتعب شويه معايا واكتب القانون يا صاحبي. هحط قاعده اف يا ابو المساطر. قال لي اف فاعل، وبعد الفعل احط هاد، وبعد الهاد احط تصريف ثالث للفعل. النص الثاني من الجمله احط فاعل واحط وود هاف. زهقنا منك؟ ماشي مش مهم، بس اهم حاجه تفهم. ادي اف فاعل، هاد تصريف ثالث للفعل، فاعل وود هاف تصريف ثالث لايه؟ للفعل. المثبت منفي والمنفي مثبت. لو عندي بيكاز هبدا بالنص الثاني من الجمله. لو عندي صوص صغيره دي، الصوص الصغيره دي بتحب الترتيب، هبدا من الاول. هنا يا مستر يحيى عندي مين؟ عندي بيكاز، يبقى هبدا بالنص الثاني منين؟ من الجمله. يعني هبدا من هنا، هبدا احط قاعده اف اهو يا بالمساطر. ادي حطيت قاعده اف. طيب ماشي، بعد ما احط قاعده اف انا عايز الفاعل اللي هو هي، احط هي. بعد الهي اف القانون بتاعي اهو، فاعل اهو، رحت جبت الفاعل. عايز احط مين؟ هاد. لما الاقي هاد اعمل ايه؟ ها بالسامع اسالها هتطلعي ايه؟ هاد ولا هادنت؟ اطلع اشوف هنا ايه؟ مثبت، يبقى هنا ايه؟ منفي. فوق مثبت يبقى هنا ايه؟ منفي، يبقى هنا مثبت، يبقى هاد هتبقى هادنت. بعد هادنت انا ماشي على القانون. تصريف ثالث للايه؟ للفعل اللي هو مستر يحيى مين؟ 1. يبقى اف هي هادنت 1 يا مستر يحيى ذا فيرست. بكمل الجمله ذا فيرست برايز. اوكي مش اوكي؟ طيب احط كما. عايز فاعل ان هي. طيب هطلع بمين؟ بود. احنا قلنا لما اجي اطلع بود هعمل ايه؟ هسالها يا ترى هتطلعي وود ولا وودنت؟ اطلع فوق شوف دي مالها؟ مثبته، يبقى دي وودنت. دي منفيه يبقى دي وود. مثبته يبقى دي ايه؟ يبقى انفيها. انا عكس اللي فوق. wouldn't. بعد wouldn't احط wouldn't ايه؟ wouldn't have. بعد wouldn't have عايز تصريف ثالث لايه؟ للفعل. مش لاقي فعل. يا عم صل على النبي يا عم. ده مستر يحيى لما كان بيسخن معانا قال لي ان فعل was ده فعل في الماضي. التصريف الثالث بتاعه يا صاحبي اسمه بن. انت عايز هنا بعد wouldn't have تصريف ثالث لايه؟ للفعل. من was هو بن واروح حاطط له هابي. ابعتها له يا صاحبي. والله العظيم جمله سهله وبسيطه. جمله سهله وبسيطه يا رجاله. يا رجاله قاعده اف الحاله الثالثه في ايديك بالاسلوب ده وبالطريقه دي وبالثلاث خطوات حبايبي. طيب معلش يا ابو المساطر، انا عايز اطبق تاني، انا عايز احل تاني. يا عم والله ولا يهمك، تعالى يا صاحبي نبدا نحل. هنا الراجل هنا بقى جايب لي قاعده اسمها قاعده اف. القانون بتاعي يا مستر يحيى، معلش يا مستر يحيى، انا مش هحل من غير القانون. انا مش هينفع احل من غير القانون. القانون بتاعك اهو. احط اف كده اهو، معلش يا ابو مساطر، احط اف. بعد اف احط فاعل. بعد الفاعل هكتب القانون هاد. خلاص بقى، خلاص بقى الدنيا سهله. تصريف ثالث للفعل. النص الثاني من الجمله احط فاعل، احط وود هاف. وود ايه؟ هاف. وبعد كده احط له التصريف الثالث ويحل ايه؟ للفعل. يلا نطبق يا مستر يحيى باشا. المثبت منفي والمنفي مثبت. وبعد كده يا مستر يحيى خلي بالك من حاجه، ان لو في سو بترتب الجمله. انت صغيره هبدا من اول الجمله، لكن لو في بيكاز هبدا بالنص الثاني من ايه؟ من الجمله. تعال نشوف هنا بقى معنى الجمله. بيقول لي she didn't catch the train as she got up late. هو يعني ما لحقش القطر، يبقى as she got up late عشان هو صحي من النوم متاخر. يبقى لو هقول ايه؟ لو هو صحي من النوم، لو هو ما صحيش من النوم متاخر كان لحق القطر. يبقى هبدا بالنص الثاني من ايه؟ من الجمله. صح؟ معنى الجمله عندي از اهو. طيب يبقى هبدا باف. عايز مين؟ فاعل. الفاعل مين؟ شي. شايفين يا رجاله؟ ادي شي. طيب بعد ما احط شي هحط مين؟ هاد. هاجي اسال مين؟ هاد. هو انت تطلعي هاد ولا هادنت؟ مثبته، يبقى هطلع هادنت. بعد هادنت تصريف ثالث للايه؟ للفعل يا مستر يحيى. اف شي هادنت جت اهو اب، واروح حاطط له يا ابو يحيى ايه؟ ليت. كده الدنيا فيها مشكله؟ لا. النص الثاني من الجمله فاعل. ادي شي، ادي شي. احط وود. استنى بس، استني يا وود. هو انت هتطلعي وود ولا وودنت؟ دي منفيه، دي منفيه، يبقى دي مثبته يا ابو يحيى. يبقى احط وود هاف مثبته. التصريف الثالث من كاتش كوت، واروح حاطط له يا مستر يحيى ذا ترين. دنيا سهله جدا وجميله.
والكرش اوكي. طيب بصوا يا رجاله بقى، إيه المواضيع اللي انت لازم تذاكر وتخلي بالك من مستقبلك يا صاحبي، والدنيا سهله جدا وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم يا رجاله. معلش كده يا رجاله نكمل عشان نسند على الورق. هنا عندي قاعده اف، هدخلها في الجمله دي. معلش ادي قاعده اف اهي. اكتب القانون بتاعي يا ابو المساطر. اف فاعل، زهقت يا مستر يحيى حقك عليا. اف فاعل هاد تصريف ثالث للفعل، احط في النص الثاني من الجمله فاعل would have تصريف ثالث للايه؟ للفعل. طيب وريني كده يا ابو مستر يحيى بقى كده هتحل الجمله الجميله دي ازاي كده؟ الجمله السهله الجميله دي احنا هنحلها ازاي؟ طب تعالى يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي القانون بتاعي. هنا في مين يا ابو يحيى؟ في سو يعني ايه؟ يعني ابدا من اول الجمله اهو. هبدا من هنا، هحط اف في اول الايه؟ الجمله. عايز مين؟ فاعل. الفاعل مين؟ اي. نزلت باي. بعد اي احط مين؟ هاد. هاد لما تطلع فوق، قصدي هاد لما تنزل تحت، لا اما هاد لا اما ايه؟ هادنت. هو فوق جمله ايه؟ منفيه، يبقى هتنزل ايه؟ مثبته، هتنزل هاد. هاد عايز تصريف ثالث للايه؟ للفعل. التصريف الثالث للفعل عندي من هاف. ايه ده؟ التصريف الثالث من هاف. هاف يعني يمتلك، الماضي منه هاد، واروح حاطط له كلمه تايم. يا ابو المساطر الجمله فيها اف اي هاد ا تايم. هاد الاولانيه دي بتاعت الماضي التام، وهاد الثانيه دي التصريف الثالث من الفعل يمتلك. بعد كده يا مستر يحيى عايز فاعل، ادي اي. انا هحط مين يا مستر يحيى؟ وود. لما اجي انزل وود هسالها هتنزلي وود ولا وودنت؟ استنى اطلع شوف فوق ايه؟ منفي، يبقى دي تنزل ايه؟ مثبته، يبقى اروح حاطط له وود هاف التصريف الثالث للفعل يا مستر يحيى. انا عندي الفعل اسمه ايه؟ فيزيت، هتبقى فيزيتد، واروح حاطط له يا مستر يحيى ايه؟ هم. في اي مشكله في الكلام ده؟ لا والله العظيم يا مستر يحيى كلام سهل جدا وجميل وما فيهوش اي ايه؟ مشكله. طيب في فكره بقى يا رجاله كده بسيطه جدا، رجالتنا حبايبنا، في فكره كده يا رجالتنا يا حبايبنا سهله جدا. هنا بقى الراجل عاكس، ولا اقول له ولا اي حاجه. الراجل حاطط لي هنا قاعده اف، صح كده يا مستر يحيى؟ وحاطط لي هنا بيكاز، فعايز يحط بيكاز يا مستر يحيى هنا اكيد في النص. فاكر هنا كان الاول العكس، بيديني بيكاز وبحط اف. هنا هعكس كل اللي انا عملته، بس قبل ما اعكس في حته عايز اقولها لك. لما تيجي تكتب بيكاز في نص الجمله لازم تبقى عارف ان بيكاز دي بيجي بعديها سبب وبيجي قبليها نتيجه. لو سمحت يا ابو المساطر، انا عايز ادخل بيكاز في الجمله دي. هدخلها ازاي؟ قال لك ان بيكاز دي بيجي بعديها سبب ويجي قبليها نتيجه. تاني، بيكاز ايه؟ بيجي بعديها سبب ويجي قبليها ايه؟ نتيجه. طيب هو فين السبب؟ تعال نشوف. if it had rained we wouldn't have gone out. if it had rained لو هي كانت مطرت احنا ما كناش خرجنا بره. يبقى ده سبب، يبقى اول حاجه ده السبب اللي هي مطرت، نتيجه اللي هي مطرت ان احنا ما خرجناش بره، يبقى دي جمله النتيجه. لازم اول خطوه تحدد الحاجات دي كده يا مان يا كبير. اقولها تاني معلش يا رجاله، انا عندي تاني لما الراجل يديني دخلني كلمه بيكاز في الجمله دي افكر كده بالراحه يا مستر يحيى ان بيكاز دي لازم يجي بعديها سبب ولازم يجي قبليها نتيجه. بيكاز لازم يجي بعديها السبب ليها ايه؟ نتيجه. اطلع فوق اعرف فين الجمله بتاعت السبب والنتيجه. بيقول لك ايه؟ if it had rained السبب لو هي مطرت، نتيجه ان هي مطرت ان احنا مش هنخرج، ده سبب وده ايه؟ نتيجه. يبقى السبب ده هيجي بعد بيكاز والنتيجه دي هتيجي قبليها. يبقى لازم يبقى انا هبدا الجمله بتاعتي بالجزء ده، صح كده مش صريحه كده؟ طيب هبدا بيقول له طيب لما اجي ادخل كلمه بيكاز لازم اعرف السبب والنتيجه. ده الخطوه رقم 1. الخطوه رقم 2 لازم ارجع الجمله تاني، كل حاجه عملتها ابدا ارجعها تاني. لازم ارجع الجمله في زمن الماضي. لازم الخطوه رقم 2 ارجع الجمله الى الماضي البسيط. ده الخطوه رقم كام؟ 2. الخطوه رقم 3 ارجع تاني واعكس بقى المنفي اثبته والمثبت انفيه، نعكس الخطوات اللي احنا عملناها والمثبت انفيه. تاني يا مستر يحيى،
الراجل في الامتحان بيقول لي استخدم بيكاز، لازم عشان استخدم بيكاز احط قدامي الثلاث خطوات دولت. بيكاز لازم احدد السبب واحدد النتيجه، عشان السبب هيجي بعديها والنتيجه هتيجي قبليها. دي اول خطوه كده بالمساطر. الخطوه رقم 2، عشان بيكاز دي عشان تدخل في الجمله دي لازم تبقى جمله ماضي بسيط. ارجعي لاصلك. بيكاز بتقول الجمله دي انت اصلك ماضي بسيط، لما دخلت عليك قاعده اف غيرتك، لا انا هرجعك لاصلك الماضي البسيط. بعد كده اي نفي هحوله اثبات، والاثبات هحوله ايه؟ نفي. يلا بينا يا رجالتنا. هدي بيكاز. ادي هبدا بالنص الثاني صح اللي هي النتيجه. هبدا بالنتيجه، هبدا بوي، هروح حاطط له هنا يا مستر يحيى وي. طيب بالراحه كده، هي الجمله دي ايه؟ منفيه، يبقى انا كده يا مستر يحيى هثبتها، هتنزل مثبته. طب هنا عايز احول الحته دي كده الماضي، احولها ازاي؟ هي دي وود هاف هتتلغي. جان دي تصريف ثالث للفعل. هو الماضي من جان ايه؟ هي اصلا كانت جو وينت جان، كانت اصل الفعل اصلا كان جو، وانا وينت ماضي، وجان تصريف ثالث للايه؟ للفعل. عايز ارجع بيها ماضي يبقى هتبقى وينت، يبقى وي وينت واثبتها، يبقى وي وينت اوت، وي وينت ايه؟ اوت. خلاص كده يا مسح دي النتيجه. because صح كده مثلا كده. هات النص الاول من الجمله it، ادي it صح. هي الجمله دي عايز ارجعها ماضي بسيط، بس الجمله دي مالها؟ مثبته. انا هعمل فيها ايه؟ انا هنفيها. طب لما اجي انفي الماضي البسيط هنفيه بايه؟ بديدنت. it didn't rained ولا rain؟ didn't عايزه فعل في المصدر هتبقى rain. الله يا ابو المساطر. ادي بيكاز، ادي جمله ماضي بسيط يا مستر يحيى، وادي جمله ماضي بسيط، ادي يا مستر يحيى سبب، وادي عندي نتيجه المثبت منفي. يبقى انا كده كده في حته عايز اقولها، لما تيجي تنفي الماضي البسيط، هو الماضي البسيط يا وحش هتنفيه بايه؟ يعني لو انا مثلا عندي حضرتك اهو، لو انا حضرتك دلوقتي عندي ماضي بسيط، انا عندي كده ماضي البسيط. تخيل كده قلت لك اي واتشد اهو فيلم. تخيل كده الجمله ماشيه كده اي واتشد فيلم. انفي كده الجمله دي، هي واتشد اخرها ايه؟ اي دي. طب الفعل اللي اخره اي دي لما اجي انفيه هنفيه بايه؟ اصبح ماضي، وانا لما اجي انفي الماضي البسيط هنفيه بفاعل حبايبي، واحط didn't واروح حاطط له فعل فين؟ بعد didn't فعل فين؟ في المصدر. يبقى هتصبح الجمله هتبقى I didn't watch ولا watch؟ I didn't watch a film. اقولها تاني ولا ايه يا رجاله؟ جمله سهله بسيطه. جمله تاني معلش، لو قلت لك مثلا I saw مثلا my friend، لو انا قلت لك دي جمله زي انفي الجمله دي بالراحه. هي سو دي انا عايز النفي نيجاتيف، هي سو دي في زمن ايه؟ سو يا ابو يحيى في زمن الماضي. لما اجي في زمن الماضي هنفي بايه؟ بديدنت. فاعل didn't فعل في المصدر، يبقى اقول له I didn't عشان ماضي هنفيه بايه؟ didn't عايزه فعل فين؟ في المصدر. سو ده رجعه لاصله اسمه سي، واروح حاطط له ماي فريند. ده نفي الماضي البسيط، نفي الماضي الايه؟ البسيط. والنبي يا مستر يحيى معلش كده تاني الكلام الجميل ده. يعني القاعده بتاعتي يا ابو المساطر، لما الراجل يدينا عندي حاجه بسميها بيكاز، لما الراجل يدينا عندي حاجه اسمها ايه؟ بيكاز وسو، المفروض ان انا هعمل ايه؟ المفروض ان مستر يحيى ان انا هرجع بيكاز دي، هرجع الجمله لزمن الماضي، ولازم اعرف ان بيكاز بيجي لازم اللي يجي بعد بيكاز سبب وقبليها نتيجه، ولازم ارجع تاني المنفي مثبت والمثبت منفي. كل خطوه عملتها هبدا ارجع بيها تاني. طب معلش يا مستر يحيى سؤال تاني جميل، يلا بينا يا رجاله. هي دي فكره جديده، عايز ادخل سو، فانا هكتب بالراحه كده القانون بتاع سو بالراحه. ادي سو، هي سو دي عايزه يجي بعديها نتيجه. سو بيجي بعديها النتيجه صح كده، وبيجي قبليها السبب، فلازم عايز احدد فوق السبب وفوق الايه؟ النتيجه صح كده. if I had been careful، لو انا كنت حريص I wouldn't have lost my mobile. اكيد يا مستر يحيى يا صلاه بالصلاه على النبي، ده كده السبب. لو السبب ان انا لو انا كنت حريص، نتيجه اللي انا حريص، لو انا كنت حريص ما كنتش فقدت التليفون، يبقى ده كده السبب، والنتيجه ان انا افقد او افقدش الايه؟ التليفون، دي النتيجه. يبقى سبب نتيجه، يبقى همشي بترتيب الايه؟ الجمله بالراحه. ادخلي يا في الجمله، لا 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 بقى كل حاجه عملتها مع قاعده اف ارجع لي بيها تاني. هات لي الجمله تاني ماضي بسيط وحول لي المثبت منفي والمنفي مثبت. هبدا باي، احط اي،
عايز ده ماضي بسيط. والنبي يا مستر يحيى مش عارف ماضي بسيط يعني ايه. يا رجالتنا يا حبايبنا، هو انا عندي هنا مين؟ بن. تاني والنبي، انا عندي هنا مين؟ بن. هي بن ديت يا مستر يحيى اصلا كانت اصلها ايه؟ هي بن دي كانت اصلها ايه؟ انا مش فاكر يا جماعه، مش فاكر يا رجاله. ايه بنت كانت اصلها ايه؟ بنت كانت اصلها فيرب تو بي في الماضي واز ووير. مش احنا قلنا في تصريف اسمه ام وايز وار، فعل يكون الماضي منه واز ووير. التصريف الثالث بتاعه بن. يبقى بن دي لما انا ارجع بيها للماضي البسيط، خد بالك من بن دي، لما ارجع لبن الماضي البسيط لا اما تبقى واز لا اما تبقى وير. اقولها تاني، لما اجي ارجع ببن، بن هتبقى ابو يحيى لا اما واز لا اما ايه؟ وير، صح؟ طيب هي الاي هنا هتاخد واز ولا وير؟ الاي واز للمفرد ووير لمين؟ للجمع. تاني الحته دي مهمه جدا، هو اصل بن في الماضي كانت واز ووير. واز مفرد، وير ايه؟ جمع. المثبت منفي والمنفي مثبت. واز هتنزل تحت هتبقى wasn't. يبقى I wasn't careful. I wasn't يا مستر يحيى careful. انا ما كنتش كيرفول. سو حطيت سو، حط الجمله الثانيه اي، ارجع بالجمله الثانيه ماضي بسيط. ماضي ايه؟ بسيط. هي دي ايه؟ منفي، يبقى لازم اللي ينزل ايه؟ مثبت. طب الماضي البسيط هشيل وودنت دي واشيل هاف، والفعل ده كده كده اصلا في زمن ايه؟ الماضي، يبقى هقول له اي لوست واروح منزل له يا مستر يحيى ماي موبايل. ماي يا مستر يحيى ايه؟ موبايل. في مشكله في الكلام ده يا مستر يحيى؟ القانون بتاع بيكاز لازم احدد في جمله السبب واحدد جمله الايه؟ النتيجه. سو بيجي بعديها نتيجه وقبليها سبب. سو بيكاز عشان يدخلوا في الجمله بيحولوها لجمله ماضي بسيط، وارجع اعكس المثبت منفي والمنفي يا مستر يحيى ايه؟ مثبت. طيب رجالتنا حبايبنا، هو احنا اتفقنا ان القاعده ديت بتيجي يا مستر يحيى شكلها في الامتحان لا اما في سؤال ريرايت ان هو قاعد كتابه الجمله مستخدما الكلام اللي داخل ايه؟ اقواس، صح كده؟ طيب لا اما يا مستر يحيى تيجي عندي كده في حته تانية جميله، اللي هي ايه بقى؟ اللي هو السؤال بتاع كوريكت. لما يجي لك السؤال بتاع كوريكت تصحح، كل اللي انا عليا كده طريقه حل بقى يا ابو يحيى سؤال كوريكت. ازاي يا مستر يحيى احل سؤال كوريكت؟ اظبط الدنيا كده اهو. ازاي يا مستر يحيى احل سؤال كوريكت؟ طيب الشكل الثاني للامتحان اللي هو كوريكت. كوريكت ده يا ابو يحيى معناها صحح. كل اللي انا عليا في كوريكت انا هعمل كده، انا معايا ميزان في تصحيح. انا معايا قاعده اف اهو. اف بلزق بعديها ايه؟ فاعل حاد تصريف ثالث للفعل. لما الاقي فاعل هاد تصريف ثالث للفعل، اجري في النص الثاني احط له فاعل وود هاف تصريف ثالث للفعل يا ابو المساطر. بس كده، يبقى لازم يكون حافظ القانون ده. طب ما تيجي يا مستر يحيى كده بقى ايه؟ نحل كده الدنيا البسيطه. طيب ادي اف صحح الاخطاء. الشكل الثاني امتحان اف حاطط بعديها هاد وتصريف ثالث الايه؟ للفعل. يبقى انا احط في النص الثاني من الجمله ايه؟ would have تصريف ثالث للايه؟ للفعل. هو حاطط تصريف ثالث الفعل. if I had known about the test، فانا كنت عارف عن الامتحان I would have prepared well، كنت جهزت كويس. يبقى ادي عندي ادي هاد وتصريف ثالث الايه؟ للفعل. اللي ناقص في النص الثاني would have، اروح حاطط له هنا would have واروح حاطط له prepared. ما اللي فاهم خلاص بقى يا رجاله بقى، خلاص يا رجاله الدنيا سهله وجميله. يلا بينا يا صاحبي. انا عندي هنا قاعده مين؟ اف. قلت انا بلزق بعد اف ايه؟ فاعل حاد تصريف ثالث الفعل. ادي اي هتاخد مين؟ اي هتاخد هاد. بعد هاد تصريف ثالث للفعل من نو هتاخد نون. يبقى هنا هاد وتصريف ثالث الفعل. if I had known your number I would have called you. انا كنت عارف الرقم بتاعك كنت اتصلت بيك. في مشكله في الكلام ده؟ يلا ابو يحيى، يلا ابو يحيى الدنيا سهله وجميله. سؤال كوريكت خلاص ما فيهوش اي حاجه يا رجاله. يلا انا عندي هنا بيقول لي ايه ده؟ انا عندي قاعده اف جات لي في النص. اقول له ما بخافش، ايه المشكله يعني؟ تيجي في النص ولا تيجي في الاول يا ابو المساطر؟ تعالى ادي عندي اف، صح كده يا رجاله كده؟ ماشي. اف جه بعديها ايه؟ هاد وتصريف ثالث الايه؟ للفعل. ايه اللي ناقص؟ وود هاف تصريف ثالث للفعل. هتبقى خد بالك من حاجه، حاطط لي نوت. يعني نوت دي يعني بيقول لك انفي. تاني طالما حاطط لك كلمه نوت بيقول لك ايه؟ انفي. يبقى هتبقى وي. الوي هتاخد ايه؟ wouldn't.
would ولا wouldn't؟ هتبقى wouldn't. بعد wouldn't احط get ولا got؟ يبقى would have. wouldn't ايه؟ have. بعد have تصريف ثالث للايه؟ للفعل. ادي اف اهو يا مستر يحيى. بعد اف حط ماضي تام had وتصريف ثالث للفعل. الناقص would have تصريف ثالث للفعل. طب احط would ولا wouldn't؟ الراجل قال لك انفي. انفي يعني احط wouldn't have وتصريف ثالث لايه؟ للفعل. يلا بينا يا مستر يحيى الجمله رقم 4 بيقول لي ايه؟ she would have come to the party. يعني هو هياتي الى هو اتى الى الحفله if she not had time. يعني هو كان هيجي للحفله لو هو كان عنده ايه؟ وقت. بالراحه كده يا مستر يحيى. هنا قاعده مين؟ اف. طب اف ديت يا مستر يحيى ايه ده؟ ايه يا مستر يحيى؟ ده اف عايزه فاعل هاد. ما عايزه فاعل هاد تصريف ثالث للفعل. تايم ده اسم يا مستر يحيى. يبقى انا هحط قاعده اف. وادي شي عايزه هاد احط الهاد. بعد هاد عايز تصريف ثالث الفعل اللي هو عنده وقت، يبقى احط هاد تاني واروح حاطط له تايم. يبقى خد بالك من كلمه هاد دي. معلش يا مستر يحيى هي ايه حكايه هاد ديت الايه الجميله بقى؟ تاني هي فاعل وود هاف وتصريف ثالث الفعل. اف فاعل واحط هاد تصريف ثالث الفعل. انت في عندي حاجه اسمها هاد تايم. معلش ممكن تشرحها لي؟ تعالى يا باشا. يا باشا تعالى كده يا باشا اشرحها لك هنا كده يا جميل كده مقطقط. تعالى لي بسم الله الرحمن الرحيم. هو في عندي حاجه اسمها اي هاد تايم. هي جت منين ان شاء الله؟ بالراحه. هو في حاجتين هنا اهوت. هو الماضي التام بيتكون من فاعل وهاد وتصريف ثالث للايه؟ للفعل. ده كده اول شكل. ده كده اول ايه؟ شكل بتاع الماضي الايه؟ التام، صح؟ الحاجه الثانيه في فعل اسمه لما اقول انا عندي وقت اقولها ازاي؟ عندي وقت اقول له هاف تايم. هاف ده فعل اسمه يمتلك او يملك. تعالى كده طبق كده الماضي التام. هحط فاعل احط اي. مين عايزه مين؟ هاد حطيت هاد. بعد هاد عايز تصريف ثالث للايه؟ للفعل. التصريف الثالث من هاف هنا اهو هاف تايم هقول له هاد واروح حاطط له ايه؟ تايم. يعني انت عايز تقول يا يحيى رداد ان هاد دي بتاعه الماضي التام وهاد دي بتاعه التصريف الثالث من هاف. اقول له اه يا صديقي وما يضحكش عليا، ما يضحكش ايه عليا. يلا بينا يا حبايبي نبدا نشوف الشكل التالي والاخير، الشكل الثالث من السؤال وهو قاعده اف ممكن تيجي اختيارات. يبقى قاعده اف تيجي سؤال كوريكت اتدربنا عليه، سؤال ري رايت قاعد كتابه الجمله. يلا بينا يا جماعه نشوف السؤال الاخير ان هو الاختيارات. يلا بينا يا حبايبي. يلا بقى حبايبي كده بقى مكملين في سؤال الاختيارات. كل اللي انا بعمله في سؤال الاختيارات لما الاقي اف بحط بعديها هاد وتصريف ثالث للفعل. بعد لو لقيت هاد وتصريف ثالث للفعل احط النص الثاني من الجمله would have وتصريف ثالث للفعل. موضوع سهل وبسيط. يلا بينا كده رجاله. هنا عندي في الاختيارات هنا عندي يا مستر يحيى قاعده اف. طب بعد اف في مين يا مستر يحيى؟ هاد. يبقى انا هدور على مين؟ على would have وتصريف ثالث الفعل. اختار يا مستر يحيى رقم بي. اللي بعديها بسرعه. موضوع سهل جدا وبسيط. خلاص بقى يا مستر انا عندي هنا اف عندي هنا مين؟ هاد وتصريف ثالث للفعل. يعني معنى كده انا هدور على مين يا رجاله؟ هدور على would have وتصريف ثالث للفعل. تمام كده يا مستر يحيى. اللي بعديها انا عندي هنا اف يا مستر يحيى. انا عندي شي بعد اف بلزق لا اما هاد لا اما هادنت. طب ايه ده يا مستر يحيى؟ ده هنا عندي اف عندي هاد وهادنت. طب انا هحط ايه؟ طب انا هنا هوت في السؤال ده حسب معنى الجمله لازم ارجع لمعنى الجمله. بالراحه كده هقول لك if she had read the instructions لو هي كانت قرأت التعليمات يبقى she wouldn't have done it incorrectly. ما كانتش عملت الموضوع دوت incorrectly بطريقه خاطئه. ما كانتش عملته بطريقه خاطئه. يبقى انا هحط had. اللي بعديها يا مستر يحيى if I had ايه ده؟ هنا عندي قاعده if هي if عايزه مين؟ had وتصريف ثالث للفعل. يبقى انا احط بعديها would have وتصريف ثالث للفعل. في wouldn't يا مستر يحيى لازم هي الصح. صح كده؟ طيب انا عندي رقم 5 برضو عندي قاعده اف. موضوع سهل بقى خلاص. عندي مين هنا؟ هاد وتصريف ثالث للفعل. يبقى ادور على مين؟ على would have وتصريف ثالث للفعل. يلا بقى يا مستر يحيى كده بسرعه بقى الدنيا سهله خلاص. احنا اتعلمنا الكلام ده بقى سهل بالنسبه لنا. طيب احنا عندي هنا قاعده مين يا رجاله؟ قاعده اف.
دي هنا بعديها مين؟ hadn't وتصريف ثالث للفعل. ادور على مين؟ على would have و wouldn't have تصريف ثالث للفعل. ادي wouldn't have تصريف ثالث للفعل. هنا عندي يا مستر يحيى في السؤال رقم 7 انا عندي هنا قاعده مين؟ عندي قاعده اف بلزق بعديها had وتصريف ثالث للفعل. السؤال يا مستر يحيى اللي بعديه انا عندي قاعده اف بلزق بعديها had وتصريف ثالث للفعل. طالما في had وتصريف ثالث للفعل انا بدور عندي على would have و wouldn't have وتصريف ثالث للفعل. يبقى انا احط هنا wouldn't have وتصريف ثالث للفعل. اللي بعديها رقم 9 انا عندي هنا قاعده اف جه بعديها had وتصريف ثالث للفعل. هدور على would have وتصريف ثالث يا مستر يحيى مين؟ للفعل. في مشكله في الكلام ده كده يا مستر يحيى؟ طيب هنا عندي مين؟ قاعده اف. اللي بيجي بعد قاعده اف ماضي تام. هو الماضي التام بيتكون من ايه؟ من had وتصريف ثالث للفعل. موضوع سهل وبسيط يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس استنى قبل السلام، لو عجبك الفيديو اعمل شير واعمل لايك وابدا قول لاصحابنا كلها على قناه مستر يحيى الرداد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي.